تسريب يهز الديرة قبل عرض الحلقة التاسعة من دروب المرجلة. الحقيقة التي ستنكشف أخطر من كل التوقعات، ودم فليحان لن يمر مرور الكرام. بعد التصعيد العنيف في الحلقة الثامنة، تتجه الأنظار مباشرة إلى خيمة فليحان. شاهين ومقناص ومهاوش يدخلون وهم يترقبون مواجهة، لكنهم يصطمون بالمشهد. فليحان مقتول بعد أن تعرض لاعتداء مباشر أنهى حياته. لا هروب، لا اختفاء، بل جريمة واضحة المعالم، لكن الفاعل ما زال في الظل. التسريبات تؤكد أن الذي اعتدى عليه وقتله هو مساعد. حتى الآن لم يكشف أمره، ولم يشك به أحد داخل الديرة. ما حدث أن عوض كان يتحدث مع مساعد ويسأل عن مكان شاهين، وكان يعلم أن فليحان كان مع شاهين وأنهما ذهبا إلى المنتجع. هذه التفاصيل جعلت مساعد يشعر بالخطر، خصوصاً أن فليحان يملك خيوطاً قد تفضح تحركاته. قبل أن تتكشف الأمور تحرك سريعاً ونفذ جريمته ليسكت أي احتمال لفضحه، ثم عاد وكأن شيئاً لم يكن. لكن الأمور لا تبقى مخفية طويلاً. في الحلقة التاسعة يصل الضابط مراد إلى الديرة. وصوله ليس زيارة عابرة، بل بداية تحقيق رسمي في مقتل فليحان. يتعرف على الشيخ صقر ويبدأ بجمع الخيوط بهدوء. مراد لا يتحرك بعشوائية، بل يراقب الجميع ويحلل التناقضات. ومع كل سؤال يطرحه يضيق الخناق على القاتل دون أن يشعر أحد. بالتوازي تتحرك جبهة أخرى لا تقل خطورة. شاهين وقبيلة الفزع برفقة الضابط مراد ينطلقون للبحث عن مصنع المخدرات بعد تصاعد الشكوك. حملة تفتيش واسعة، تمشيط دقيق، استعداد لمواجهة محتملة. لكن المفاجأة أنهم لا يجدون أي أثر. المصنع اختفى بالكامل. هل تم نقله أم أن هناك من سرب خبر المداهمة؟ القرار يتخذ بتأجيل البحث إلى اليوم الثاني، ما يعني أن المواجهة الحقيقية لم تبدأ بعد. وفي خط مختلف، مبروك ورفيقه ينجحان في الوصول إلى المدرسة التي تدرس فيها قمر وجراح، خطوة تقربهم من هدفهم، لكن نتائجها قد تشعل صراعاً جديداً. أما زهرة فتصل إلى تطور حاسم، تتعرف على شقيقها وتتواصل معه هاتفياً، يرد عليها وتتمكن من تحديد موقعه. هذه اللحظة قد تغير مسار قصتها بالكامل. الحلقة التاسعة ليست مجرد استمرار للأحداث، بل نقطة تحول. قاتل يظن أنه أخفى جريمته بإحكام، وضابط يبدع بخطوات ثابتة نحو الحقيقة، وأسرار تتحرك في الخفاء قد تنفجر في أي لحظة. غداً تنكشف أولى الأوراق، والسؤال الذي سيبقى معلقاً: من سيكون أول من يسقط عندما تبدأ الحقيقة بالظهور؟